خماسية الأهلي. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء في قناتنا وقناتكم أبطال وبطولات. حلقة جديدة إن شاء الله تكون معانا جديدة ومفيدة، والأهلي بيضرب الجميع وبيلقي تحذير نهائي لكل فرق الدوري المصري. بعبع أفريقيا عاد. أهلي جالكوا خبوا عيالكم، دي الكلمة المشهورة اللي بقولها من زمان، من سنين، من أكتر من 30 سنة. كل لما الأهلي يبعد في بطولة ويرجع تاني للدوري أقولها: الاهلي جالكوا خبوا عيالكم. هذه كلمه والدي مشهوره، الله يرحمه ويرحمنا جميعا، نطلب له الرحمه والمغفره هو وكل امواتنا جميعا. والنهارده حصل حاجه. توفى ابن عم صديقي العزيز ومؤسس رابطه النسور الاهلاويه، زميلي كابتن ناصر الشرقاوي او نصر الحوت، وكلنا نتمنى لابن عمه ربنا يرحمه ويرحمنا، ويعني يغفر له ويتجاوز عن خطاياه ويغفر لأمواتنا جميعا إن شاء الله. ده بداية الحلقة. الأهلي امبارح كان بيلعب مع بلدية المحلة، مباراة مؤجلة قبل ما يلعب ماتش يانج أفريكانز في نهائي دور المجموعات في دوري الأبطال. الأهلي في ماتش يانج أفريكانز هيلعب على إن شاء الله تحديد المركز الأول والثاني، اللي خلاص كده اتحسبت الجولة بالنسبة لهم إن هم أول وثاني. الأهلي أول ويانج أفريكانز ثاني. الأهلي يكفي التعادل يضمن الإيه؟ المركز الاول. يعني افريكا عايز يعدي الاهلي عشان يبقى اول والاهلي ينزل تاني، فدي طبعا هيبقى فيها ايه؟ ماتش ان شاء الله يوم الجمعه، مش ماتش سهل ولا حاجه. في ناس بتقول لك المجموعه يعني خلصت، لا لسه الماتش ده هيحدد مين اول ومين تاني. طبعا الاهلي يحتاج يكون الاول عشان يبعد عن المراكز الاولى في المجموعات، وان شاء الله يلاقي المركز الثاني يكون ايه يعني اقل شويه في الايه في الكفاءه والقوه. الاهلي امبارح لاعب بلديه المحله، وكما توقعت وكما قلت في الفيديو ان توقعت الاهلي يكسب 2-0 وسام ابو علي يعمل حاجه، وفعلا الحمد لله وسام ابو علي من اول هجمه كما توقعت يحرز الهدف الاول بهدف جميل جدا، هدف ملعوب، هدف جميل، هدف مظبوط. يحرز هدفين، الاول والرابع. وطبعا النجم الكبير موديست يحرز الهدف الخامس من يعني ايه اسيست حريري من قفشه. لا هو الجول يا دوبك عدى الباك، عمل فينت كده، عدى الباك وحطها ما بين رجلين الجول، خبط في رجل الجول ودخلت، والحمد لله كان هدف جميل. طبعا الهدف اللي دخل في قال لا يحسب بالنسبه لنا، لان خلاص كده يعني زيه زي الاهداف اللي بتيجي بعد الماتش بيخلص يعني. كده دخل في الدقيقه 85 هدف ضربه جزاء على الاهلي، طبعا لا يسال عنها شوبير لان هي طبعا راحت ضربه الجزاء لا يسال فيها جول غير اكتر من مثلا 20% 25%. ولكن مباراه قويه جدا، وظهر وجه الاهلي الحقيقي في البطوله. يعني الاهلي في الابطال الحمد لله ضمن الصعود، في الدوري بقى بيرجع عشان خاطر تحديد المركز. الاهلي كان في العاشر، كسب امبارح بقى في التاسع. طبعا ال 12 الاسماعيلي، ال 14 الزمالك، الاول والثاني انبي والمصري، وزد يتراجع لما اتغلب من انبي طبعا بالهدف 1-0 في الماتش اللي فات ما بينهم. كان ايه زي ما بيقولوا كده ايه على قد ايه حسم مقدمه الدوري لحين عوده البطل. طبعا عارفين الاهلي مؤجل له ماتشات 7 ماتشات، الزمالك مؤجل له 3 4 ماتشات، البيراميدز طبعا خلاص، بيراميدز كده خلاص كده الحمد لله خرج من البطوله. هيلعب بقى الماتش اللي جاي بتاع يوم السبت ولا الحد الجايين دول، اللي هو اصلا ماتش تحصيل حاصل زي ما بيقولوا. خلاص كده هيخلص الماتش ده يوم الجمعه باين ولا يوم السبت، وايه هيكمل بقى مشاكل في الدوري خلاص. هو كده كده ما عندوش حاجه يعني يستاهل ياجل لها، خلاص هو هيلعب المؤجلات بتاعته، هيلم دنيته يعني، هيلم المؤجلات بتاعته خلاص، هو كده خرج خلاص من البطوله اوريدي يعني. نكمل كلامنا. انا مش عايز اكون مطول على حضراتكم، بس ماتش امبارح كان فيه كلام كتير جدا. رامي ربيعه بيعمل اوفر لاب طولي من جنب الجنب اليمين مع محمد هاني كده، عدى الباك ورفع الكوره. الهدف الاول وسام كمل معاها ما شاء الله وحط هدف جميل. الهدف الثاني رضا سليم خد ثرو وعمل كوره بالعرض لقفشه، قفشه شاطها جت في رجل الباك وردت، كريم فؤاد قابلها زي الصاروخ حطها بوش رجله راحت في الزاويه اليمين للحارس، شمال الحارس. الهدف الثالث هدف جميل جدا، رضا سليم برضو الكوره اتلعبت له برضو طوليه
من امام عاشور، من استلم الكره من شوبير، عدى واحد واثنين وبشماله حطها اوفر طولي برضه، ورضا سليم كمل معاها. اللعيبه كانت برضه اعتقد ان فيها اوف سايد، بس الحمد لله ما كانش فيها اوف سايد. رضا سليم لحق نفسه وعدى اخر باك وحط الكره بشماله جميله. انتهى الشوط الاول 3-0، ماتش رائع. الهدف الرابع ضربه جزاء، امام عاشور عمل فينت وعدى الباك حجزه بركبته. امام عاشور خد ضربه جزاء بذكاء بصراحه. وسام حطها جميله جدا في الزاويه اليمين، في العالي، حطها في المقص اليمين. الجول طبعا ما قدرش يعمل معاه حاجه. الخامس زي ما قلنا قفشه حط الكوره لموديست، موديست خد الكوره موه بالباك، عمل كسر بيفنت كده وحطها ما بين رجلين الجول، خالص في رجل الجول ودخلت. هدف جميل بصراحه. ويعجبني في موديست ان هو دماغه حلوه في موضوع انه بيقف على الكوره. يعني هتقول لي بقى سريع، هتقول لي موديست ده لو في سرعه وسام ابو علي ولا سرعه محمد شريف كان نايم كل فراوده الدوري المصري بما يرضي الله. ومشكلتنا الاهلي ان الاهلي جاب موديست وهو خلاص يعني بيشطب كوره، خلاص بقى بيلعب على ايه، حلاوه الروح. اخر موسم، اخر موسمين بيلعب على اسمه. ومع ذلك انا اعتقد ان موديست مش صفقه فاشله ولا حاجه. الراجل في ماتشين السوبر عمل شغل كويس، سند الكره الامام اللي خدها حطها جول، وفي الماتش اللي بعديه حط جول وعمل اسيست لكريم فؤاد، يعني عمل اسيستين. ماتش ميدياما اللي فات عمل اسيست حسين شحات حلو قوي 18. ماتش الجونه برضه حط جول حلو، وادي امبارح حط جول حلو، وماتش انبي في الكاس حط جول. يعني الراجل شغال برضه، بخلاف ان هو في ميزه انه بينزل يعمل محطه حلوه، يعني بينزل يعمل محطه لاي حد وبيرجع يدافع، بيشيل الكوره برضه بيدافع. فالراجل ما شاء الله عامل شغل كويس جدا يعني. لا اطيل عليكم، بس انا عايز اقول ان خماسيه الاهلي امبارح تحذير. كان الحلقه اللي فاتت بتاعت اول امبارح قلت فيها ان في زملكاويه اول ما الزمالك كسب ابو سليم هاتوا الاهلي، هاتوا لنا الاهلي احنا جاهزين، هاتوا الاهلي. بما يرضي الله بعد ماتش امبارح كل الزملكاويه حاجه من اتنين، يا اما ناجل يا اما نلغي. يعني يا اما ناجل ماتش الكاس، يا اما نلغيه وخليه بقى بعدين لما الموسم الجاي ولا اخر الموسم في اغسطس في فبراير. فهنا طبعا في اسامي يوتيوبر كتير، طبعا احنا في ايه يعني، لو حضراتكم تابعتوا الفيديوهات على اليوتيوب اهلاويه زملكاويه هتشوفوا الزملكاويه قالوا ايه يعني. انا بتابع طبعا الاخبار كلها عشان اجيب لكم كل جديد وكل ايه يعني حاجه تكون فريش طازه كده، تكون في ايدك عندك خبر جديد لانج، مفيش اخبار قديمه يعني عندنا. نحاول نجيب الاخبار على قد ما نقدر تكون جاهزه. خماسيه الاهلي ضربت زلزال 5 ريختر لكل ما هو موجود في الدوري المصري. كل الناس بيقول لك هاتوا لنا الاهلي، الاهلي مؤجلات، هاتوا لنا الاهلي، الاهلي اهو الاهلي جه. مين بقى يعرف يعمل حاجه مع الاهلي بالجو ده ولا بالشكل ده؟ الحمد لله بيراميدز الحمد لله عارفين انتمائهم ايه. اجلوا الماتش عشان خاطر هم اصلا قال لك احنا خايفين نتكسر من الاهلي ونعمل ماتش مع الاهلي واللعيبه تطلع كل طاقتها تروح تلعب في بطوله الابطال تعرج، وهي اصلا اللعيبه عرجانه اصلا. يعني بيلعبوا في الابطال اصلا ما جابوش غير جون واحد في البطوله كلها. ما شاء الله عليهم. حصاله حصاله يعني. تاني، الزمالك فريق كبير، فريق قوي، ابتدى يبني، بس الزمالك لو جه يلعب الاهلي دلوقتي هيضيع كل المعنويات اللي لسه عمال يجهز فيها، والمعنويات العاليه اللي عمال يعملها بعد ماتش ابو سليم بعد ماتش الاسماعيلي، كل ده هيضيع. بيقول الله ده وجهه نظري المتواضعه في الموضوع. نرجع تاني بقيه فرق الدوري كله. كان اصلا البلديه اللي هو عامل شغل اصلا في الدوري الاهلي اداله 5. مش هيبقى الناس اللي عماله تخبط في بعض وبتعرض بقى، واللي عمال يروح هنا واللي يجي هنا. يعني عايز اقول ايه، ان انبي وزد مثلا وسيراميكا هم دول كانوا افضل فرق بتلعب في الدوري وجهه نظري. طبعا المصري خد 4 واتكل على الله، الاسماعيلي اتغلب واتكل على الله. كده كده الاهلي لعب 6 ماتشات الحمد لله مفيش ولا ماتش فيهم هزيمه. الجونه اتعادلنا فيه عشان خاطر الكوره كان بيلاعب 5 6 جداد او لعيبه اصلا مش بره التوليفه. كان عمرو السوليه وكريم نيدفيد ومش عارف كذا حد كده اصلا كان نازل يلعب، اصلا كانوا بيلعبوا جنب بعض اصلا. يعني هو الراجل حب ايه يريح ناس وينزل ناس، عمل حاجه كده يعني يلام عليها برضو ان هو ايه ما كانش عامل فورمه مظبوطه قوي يعني. ولكن الاهلي طلع برضو بالتعادل بهدف جميل لموديست، والحمد لله يعني كانت مسطوره يعني. نكمل كلامنا لحضراتكم. الاهلي عامل ماتشات ممتازه. كان في دوري الابطال طبعا في ماتشات اللي هم ال3 ماتشات اللي خدهم ورا بعض التعادلات دي
تيجي كمان حاجه الاهلاويه مش حابينها، يعني عملنا زي منتخب مصر كده ماشيين بالتعادل. فطبعا ده شيء غير مظبوط. يعني الاهلاويه ما يحبوش الكلام ده خالص، الاهلاويه ما لهمش في قصه التعادلات دي. الاهلي بينزل الماتش، ينزل عشان يكسب، عشان ياخد اللقب ويطلع. حتى كاس العالم انديه السنه اللي فاتت كنا بنفكر في الريال، هنلاعب الريال ونعمل مع ايه. السنه دي السيتي. احنا كان كل الاهلاويه كان كل السنه دي تركزوا في حاجه واحده بس، ان احنا نعدي الماتشين الاولانيين. واحنا كنا قادرين نعدي الماتش فلومينينسي، وكان ضربه جزاء للاهلي اللي كانت في اول ماتش بتاع الكهرباء دي، لو كانت اتحسبت انا اكاد اجزم ان الاهلي ما كانش هيتغلب الماتش ده، كان هيحط على الفريق البرازيلي. ليه؟ هيفتحوا ملعبهم، هنلعب احنا مرتدات ونخلص جون واثنين. وانا واثق من كلامي. بس هنقول ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا خيرا لكم. مش هطول على حضراتكم. الاهلي بعد الخماسيه صعد للمركز التاسع، متصدر الدوري بالاهداف حتى وهو في المركز التاسع. الاهلي عنده فريق قوي جدا، عنده ماتش يوم الجمعه ان شاء الله يعديه على خير، وان شاء الله انتظروا تغطيه كامله ان شاء الله من داخل استاد القاهره. ان شاء الله هنحجز لنا تذكره انا وكابتن محمد مخلد، رايحين كفريق النصور الاهلاويه ان شاء الله، رايحين نعمل تغطيه كامله للمباراه. وان شاء الله انتظرونا، وان شاء الله هتلاقوا كل جديد عندنا باذن الله. انتظرونا في فيديوهات تانيه جديده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم داخل علينا خلاص كمان 10 ايام. السلام عليكم.